أنا اسمي رامي ربيع، عندي 21 سنة، طالب بكلية تجارة إنجليزي جامعة القاهرة فرع الشيخ زايد في الفرقة الرابعة. حصل معايا وقعة شرع في قتل. هحكي قبلها بليل عشان التفاصيل كلها تبقى واضحة. يوم السبت 18/10 كنت متفق أنا وأصحابي إن احنا هنخرج. هما في الهرم، نزلت لهم الهرم، اشترينا لبس وخرجنا في الشيخ زايد. كانت خروجة تمام، محصلش مشكلة مع أي حد والدنيا كلها زي الفل. رجعنا على الهرم على حوالي الساعة 12:30 واحدة، وأنا مكنتش قادر أرجع على السكن بتاعي، إن المسافة مواصلات حوالي ساعتين ونص أو 3، فأنا كنت تعبان. فقلت أنا هبيت معاهم النهاردة وهنزل الصبح أمشي بدري. بالفعل بيت معاهم في الشقة وصحيت الصبح الساعة 5. نزلت من الشقة كده 19/10، الساعة 5:30 الفجر بالظبط. أنا ماشي في شارع الهرم قصاد محل نجا هوم بالظبط، اللي قبل مصرف المتحد عند نفق اللبيني. وانا ماشي جه حد من ضهري، ما ثبتنيش ولا اي حاجه ولا قال اي حاجه. جه من ضهري مسكني كده وراح معورني زي ما انتوا شايفين كده، معرفش هو عورني بايه. خطين كده كانت جايبه عينيا، بس الحمد لله طلعت سليمه. متصلين كده لحد تحت هنا، انا داني مدريه شويه. وهنا الجرح كان، الجرحين دول كان نافذ وكان جامد اوي، يعني نص سنتي كمان. الدكاترة قالوا لي انا كنت اتصفيت في مكاني. متصلين لحد هنا اهو، يعني ذبح. انا مش فاهم ليه. انا ماليش مشاكل مع حد وهو ما سرقش مني حاجه. فانا مش فاهم، هو كان جاي في سرقه والموضوع وسع منه فسابني ومشي، ولا هو كان قصد حد وجات فيه انا بالغلط، ولا هو كان شارب وما كانش في وعيه. ان انا ماليش مشاكل مع حد، ومحدش كان عارف ان انا نازل الهرم في الوقت ده، او ان انا هبيت، او ان انا هنزل الساعة 5:30 الفجر. ماليش مشاكل مع حد اصلا ان هو يعورني او حاجة زي كده، مفيش. فانا مش فاهم. فانا بعد ما اتعورت، طبعا انا كنت سايح دم، ما بصيتش ورايا من الخضة، وشايف دم ناس كتير، فكل اللي كان في بالي ان أنا اوقف الدم بسرعة. جريت نزلت نزلة النفق، بدور على صيدلية. قابلني محل كشري، الناس كتر خيرهم وقفوا معايا ايه اللي حصل وكده. قلت لهم انا عايز صيدلية بسرعة. جابوا لي علبة مناديل، حاولوا يوقفوا الدم. شاوروا لي على صيدلية الناحية التانية، كانت صيدلية العزبي، جريت عليها. الشاب بتاع الأمن اللي كان واقف كتر خيره، قال لي ايه اللي حصل معاك. قلت له انا حد طلع عليا عورني وكده، انا عايز اوقف الدم بسرعة. قال لي لا، ده انت لازم تروح المستشفى دلوقتي حالا. طلعت التليفون، قلت ارن على اخويا. رنيت على اخويا، طبعا اللي كان واقف في الصيدلية ده خد مني التليفون، قال له اخوك حصل مع 1 2 3، احنا رايحين على مستشفى الهرم التخصصي، تعالى على هناك. كتر خيرهم. الولد بتاع الصيدلية ده وواحد من بتاع محل الكشري جابوا مكنة وودوني المستشفى، وفضلوا واقفين معايا لحد ما اخويا مجالي. الدكاترة اللي كانوا في الطوارئ شافوني وكده، وطلبوا ان انا اعمل اشعة على وشي عشان اتأكد ان عظمي سليم، والحمد لله طلع سليم. وطلبوا ان انا اخش عمليات. استنيت اخصائي جراحة التجميل لحد ما جم ودخلت العمليات. وانا في العمليات اخويا راح اسم شرطة الهرم عشان يعمل محضر. راح القسم وحكى اللي حصل، ان انا كنت ماشي وحد عورني وبس ما سرقش مني حاجة والكلام ده كله. وقال على المكان قصاد محل نجا هوم، قبل مصرف المتحد اللي عند نفق الليبيين. قال له الكلام انت بتقوله ده ما يتصدقش، هات لي تقرير من المستشفى وتعالى. اخويا رجع المستشفى طلب تقرير عشان يعمل محضر، قالوا له التقرير ما بيطلعش غير بعد ما المريض ما يطلع بحوالي 5 ايام. طب يا جماعه انا عايز اعمل محضر عشان حق اخويا ما يضيعش. قالوا احنا هنحاول ان احنا نديك التقرير وانت طالع. انا دخلت لحد 19/10 وطلعت التلات 21/10. جينا واحنا طالعين بنحاول ناخد التقرير برضو مش هينفع ومش عارف ايه. كان في مكنتش فاهم كان في ايه ساعتها. فاحنا معرفناش ناخد التقرير، فاستنينا لما التقرير يطلع. التقرير ما طلعش غير يوم 25/10، يوم السبت. اخويا راح جاب التقرير وطلع على الاسم. انا جيت الاسبوع اللي فات وكان حصل مع اخويا 1 2 3 ومحدش رضي يعمل لي المحضر، قال لازم تجيب التقرير الاول. فقالوا له ازاي، مين اللي قال لك كده، وكان لازم يعمل المحضر، كان لازم يراجع لك الكاميرات. قال له انا معرفوش ومش فاكره. فقال له طب انت اخوك كويس يقدر يجي ناخد اقواله وكده. قال له اه.
فاخويا رجع ورحت انا وهو تاني يوم يوم الاحد 26/10. خدوا اقوالي وكده، ورئيس المباحث نزل معايا امين نراجع الكاميرات، كان اسمه احمد خميس على ما اتذكر. نزلنا وراجعنا الكاميرات، ودخل المحل ده بتاع الملابس ده بتاع نجا هوم، جاب اللقطة بالظبط 10 ثواني زي ما قلت. انا ماشي، جه حد من ظهري راح معورني وسابني ومشي. هما كانوا 2 بس، هو واحد بس اللي عورني، التاني كان جاي معاه ورجع. وشوشه ما كانش باين قوي، ان زي ما قلتلكوا الساعة 5:30 الفجر، ده كان الوقت لسه كان توقيت الشتاء، كمان كانت الدنيا لسه ضلمة شوية. فاحنا بس لو رجعنا كذا كاميرا من ورا وهم جايين او هم راجعين، اكيد اللي هيبان، واكيد ان الاسم المفروض ان هو كان يبقى شغال على الحاجة دي دلوقتي، بس الموضوع اتأخر. مش فاهم ما اتأخروا كده ليه. طبعا الامين لما شاف اللقطة دي قال لي لا، ده انت عامل مشكلة، ازاي ما هو مش داخل في سرقة، ده داخل يقتلك، ده انت اكيد العيال دي عارفاك وانت عامل مشكلة معاهم. قلت له يا فندم انا مش مشاكل مع حد، وانا مش من الهرم، مش قاعد في الهرم، يعني ما بنزلش في الوقت ده كل يوم، ما بروحش واجي. انا ده جت معايا صدفة ان انا بات في الوقت ده هنا، وان انا انزل الوقت ده، انا نازل عشان رايح شغلي. من هنا لهنا برضو مش مصدق، وانت بتحور انت، لا ده انت عامل مشكلة، ده الحوار ده حوار مخدرات، ده حوار بنات، لحد بالليل عملت المحضر وسجلت ان انا معرفش العيال دي. لما روحت، طبعا قبل ما اروح طلبت ان انا اخد منه الفيديو، مرضيش يدهوني، حاولت معاه كتير ما رضيش يدوني، قال لي مش هينفع. روحت دخلت على صفحة الوزارة، كانوا حاطين في الكومنتات لينك اللي عايز يعمل شكوى. دخلت على اللينك وكتبت كل التفاصيل، وكتبت بيانات التواصل بتاعتي، وكتبت البيانات الشخصية وكل حاجة، واستنظرت حد يكلمني، محدش كلمني لحد يوم الخميس 6/11. حد من النيابة كان رن على رقم أخويا بخصوص المحضر، قال له احنا عايزين رامي يوم السبت في النيابة اللي في حديقة أكتوبر، نيابة الهرم. رحت يوم السبت 8/11 الساعة 9، رحت النيابة، دخلت الأمين اللي رن عليا، اللي رن على أخويا، خد أقوالي وكده، قلت له إن في فيديو موجود مع المباحث وفي المحل بتاع الملابس ده. قال لي أنا ماليش دعوة بالفيديو، أنا ليا دعوة اللي تحت إيدي دلوقتي. طب يا فندم إزاي ومش إزاي؟ المهم سكت ما أشوف لحد الآخر، يعني الدنيا هترسى على إيه. دخلني رئيس النيابة، ازيك يا رامي عامل ايه، انت فين؟ انا في كلية تجارة انجليزي وكده، ايه اللي حصل معاك؟ ان انا كنت ماشي وحد عورني وسابني ومشي. طب انت تعرفهم؟ لا. فاعطاني بطاقتي وقال لي اتفضل امشي. مشيت واستنظرت ان في حاجة تحصل، مفيش حاجة جدت في الموضوع لحد دلوقتي. احنا من 19/10 لحد وقتنا هذا داخلين على 19/11، داخلين في شهر، مفيش اي حاجة حصلت. فانا مش فاهم الموضوع واقف ليه. انت في لقطة، في لقطة فيديو المفروض تراجع على اساسها قبلها بكام كاميرا وتجيب العيال دي. انا قلت لك انا معرفهاش. في النيابة في النيابة الامين يقول لي هات لي اسم، وانا لو عارفه انا هجيلك ليه؟ او انا كان ايه اللي اخرنا كده؟ انا معرفش. انا مش قلت لكم انا مش من المنطقة، مش من الهرم، مش قاعد في الهرم، مش بروح واجي كل يوم. فانا مش فاهم. انا مش فاهم اللي عورني ده كان جاي في سرقة والموضوع وسع منه فسابني ومشي، ولا هو كان قاصد حد وجت فينا بالغلط، ولا انا مش فاهم. فانا بطلب من اي حد بيشوف الفيديو ده دلوقتي انه يعمل شغل على قد ما يقدر، ويمنشن لصفحة الوزارة، واللي يقدر يساعد باي حاجة في الموضوع ده انه يوصل لناس، يمنشن لاي حد. ان انا شاب عندي 21 سنة لسه ببدأ حياتي، فانا ما استاهلش ان انا يحصل معايا كده بدون سبب، ومحدش يرضى على حد يخصه انه يحصل معاه كده. فعايز كله يقف جنبي ويشير الفيديو ده على قد ما يقدر في كل حتة، واي حد يقدر يساعد باي حاجة يعملها، وانا زي اخوكو. وبتمنى الناس كلها تقف جنبي عشان حق ما يضيعش. انا كنت هموت فيها ولا ستر ربنا، الحمد لله الحمد لله. والدكاترة يعني الحمد لله ظبطوا لي العملية شوية، وان شاء الله كل ده يروح مع الليزر. بس انا مستنظر حقي وعشمان في وزارة الداخلية انها تجيب الحق بسرعة وتجيب العيال دي. يا ريت محدش يطنش موضوعي والموضوع ده يوصل لناس كتير، فضلا وليس أمرا.